مطرية بلغت أهم مقاييسها والتي سجلتها المديرية العامة للأرصاد الجوية من الساعة 6 من صباح أمس إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم، فقد بلغت 26 ملم بالعرائش، 20 ملم في إفران، 18 ملم سجلت في بن سليمان، 17 بطنجة، 11 ملم بالرباط سلا وفاس، كما سجلت الشاون والقنيطرة والدار البيضاء أنفا وتازة 10 ملم، الناظور وبني ملال 7 ملم، تطوان ومراكش ومدلت 6. وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تهم اليوم تساقطات ثلجية مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وكذا جنوب الهضاب العليا الشرقية، ونزول أمطار كذلك أو زخات بمنطقة السايس والأطلس والريف وشرق الواجهة المتوسطية وبالسهول الشمالية الغربية. ومع كل تساقطات ثلجية يشهد إقليم خنيفرة توقف حركة السير بمجموعة من المحاور الطرقية، حيث تسابق فرق تدخل الزمن لإعادة تأمين حركة المرور، ويتم لهذا الغرض توفير كافة الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية. ريبورتاج هدى مسهل وأحمد الفاضلي. إقليم خنيفرة ذو الطبع الجبلي يكتسي حلته الثلجية الساحرة، ومعها تتوقف حركة المرور على مستوى شبكته الطرقية، حيث تكتسح الثلوج أزيد من 450 كيلومترا، منها الطرق المصنفة وغير المصنفة. جل مستعملي هذه الطرق اعتادوا الاستعداد لمواجهة أي طارئ. أولا كنزل المنطقة ديالي والسيارة ديالي تا هي كنراقب الروايد ديالي، الحالة الميكانيكية ديالي، المازوت، السويكلاص ديالي، الضو ديالي، يعني المسائل كاع اللي باش ناخذ الاحتياطات بالنسبة للطريق في الثلجة. تنمشيو بشوية شوية، إلا كانت السرعة قليلة تنكونوا أقل ما يمكن، تنمشيو في قوافل وتنمتثلوا الأوامر ديال الناس ديال أعوان التجهيز. السياقة في هذه المناطق الجبلية صعيب شوية من المنحدرات والفيراجات، بالإضافة للصقيع، الإضافة للفيرغلا، لأن هذه العمادات تميز بشي بالفيرغلا، والحمد لله الفرق ديال إزاحة الثلوج قامت بالواجب ديالها. فرق إزاحة الثلوج تسعى جاهدة لتأمين الطريق رغم الصعوبات التي تواجهها في كثير من الأحيان أثناء قيامها بعملها متعدد التدخلات. الصعوبات اللي لقينا هذه المرة في التساقطات الأخيرة هي عدم الرؤية، كانت شوية ضبابة بزاف، وكان وجود رياح قويه اللي كتراوح السرعه ديالها ما بين 60 حتى 70 كيلومتر في الساعه، اللي كنا كنلقاو صعوبه معها في ازاحه الثلوج، كتعاود ترجع لنا ديك الثلوج للطريق. وكانت عندنا انخفاض في درجه الحراره من 7 حتى لناقص 8. فتح الخنادق، فتح مجاري المنشآت الفنيه، وكما يهم هذه كما بالاضافه إلى عملية التشوير سواء العمودي أو الأفقي، نشر العلامات التشوير والحواجز الوقائية على مستوى المنشآت الفنية والحافات الخطيرة. والتدخل لإعادة حركة السير إلى طبيعتها، فك العزلة على القرى المجاورة، والحفاظ على سلامة مستعملي الطريق أمر يتطلب تعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستية العديدة. تتجند يعني الفرق الإقليمية لإزاحة الثلوج من أجل تدبير هذه المرحلة، حيث تتم تعبئة أزيد من 30 موظف وعون وتسخير أزيد من 10 ديال الآليات بالنسبة للمديرية الإقليمية، وبالإضافة إلى الآليات الموضوع عن إشارتها من طرف مجموعة الجماعات. وتزامنا مع التساقطات الثلجية المهمة بالإقليم تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة آثار موجة البرد في إطار تفعيل مخطط العمل الإقليمي بخنيفرة. وفي ظل التغيرات المناخية وما ينتج عنها من ندرة في المياه في بعض المناطق، يشكل الري بالتنقيط إحدى التقنيات الهامة التي تسمح بالاستغلال المعقلا للمياه والحفاظ عليها، كما تتيح الرفع من إنتاجية الأراضي الفلاحية. النموذج من إقليم شفشاون في روبورتاج في النشاكل العلوي، عبد العالي قنوني ويوسف مزياني. بمنطقة الوهد بإقليم شفشاون استفاد الفلاحون من تجهيزات السقي بالتنقيط على غرار العديد من الأراضي الفلاحية التي وصلت إلى 200 هكتار مجهزة من ضمن 500 هكتار بمشروع تهيئة الهيدروفلاحية لمحيط السقي دار قباع المرتبط بسد مولاي بوشتا، والهادف إلى الرفع من إنتاجية الأراضي الفلاحية والمحافظة على المياه.
هذا المشروع هذا مكن حوالي 600 مستفيد من الاستغلال ديال الاراضي ديالهم والقيام بمجموعه من الزراعات كالخضروات والاشجار المثمره كالرمان. يعني هذا المشروع هذا كان عنده واحد الانعكاسات جد ايجابيه سواء على مستوى الدخل ديال الفلاحين اللي طوروا الفلاحه ديالهم من بعد التزويد ديالهم بالمياه ديال السقي، الشيء الذي ادى الى الرفع من الدخل ديالهم. استعمال تقنية الري بالتنقيط سيسمح لفلاحي شفشاون بتنويع منتوجهم الفلاحي والرفع من إنتاجية أراضيهم وتحسين دخلهم دون التأثر بما تخلفه التغيرات المناخية من ندرة للمياه. هذه الأرض كانت بورية، اليوم جهزناها بتجهيز الماء ديال البرج مولي وشتا، وزرعين فيها الأشجار ديال الرمان وكنديروا بعض الخضر، لأن هذه الأرض غنطوروا الزراعة. نزيدو نعملوا يعني خضر أخرى، بطيخ، الفل، المطيشة، القراع. المهم الحمد لله الشيء زعما بخير وعلى خير. مشروع السقي بالتنقيط بشفشاون من شأنه إذن أن يؤثر إيجابا على مردودية الأراضي الفلاحية بالإقليم عبر رفع كفاءة الاستفادة من الأسمدة بالنسبة للتربة، مما يساهم في تطوير الفلاحة والاقتصاد في استهلاك مياه السقي. وللحديث عن هذا الموضوع معنا مباشرة من تطوان السيد محمد مكاوي، تقني بالمديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون. السيد مكاوي مرحبا. وفي البداية كيفاش كيساهم الري بالتنقيط في الرفع من إنتاجية الأراضي الفلاحية والحفاظ على الموارد المائية؟ شكرا لكم على الاستضافة. تقنية الري بالتنقيط هي الهدف الأساسي ديالها هو الاقتصاد في الماء والرفع من نجاعة الاستغلال ديالو. هذه التقنية كتخفض من الهدر ديال الماء وكتحافظ على العالية ديالو في المزروعات. هذه التقنية كذلك كتوفر لنا 50% ديال الثروة المائية بالمقارنة مع طرق أخرى ديال الري، مثلا الري بالرش ولا الري بالربطة. كذلك هذه التقنية كنستعملوا فيها التوجيه الدقيق للأسمدة، حيث كنحميو التربة والفرشة المائية من التسربات الخطيرة ديال الأسمدة، وكتستفد الشجرة فقط من داك الشيء اللي محتاجة بدون هدر ديال الأسمدة. نعم. طيب والفلاحين في المنطقة واش هما مؤهلين لاستخدام هذه التقنية وكذلك لصيانة الآليات المعتمدة؟ بالنسبة للفلاح المغربي اليوم وخصوصا الفلاح الشاب المغربي اليوم، هذه التقنية هي في المتناول، لأن التصميم ديالها أساسا جاب واحد الطريقة اللي كيسهل الصيانة ديالها وكيسهل التجاوز ديال المشاكل اللي ممكن تطرح في السير ديال عملية السقي. كذلك كاين مواكبه وكاين تكوين كتمارسوا وزاره الفلاحه بالاطر ديالها، واللي كيسهل على الفلاح انه يستعمل هذه التقنيه. كذلك الفلاح كيشوف المردوديه العاليه ديال هذه التقنيه في الري، وهي بحد ذاتها تحفيز ليه انه ينخرط اكثر في الصيانه وفي المحافظه على المعدات ويزيد يطورها ويطور الانتاج الفلاحي ديالو. نعم. طيب سيد مكاوي، شنو هي الوسائل المعتمده من قبل الوزاره الوصيه على القطاع لتشجيع الفلاحين خصوصا الصغار على استعمال تقنية الري بالتنقيط؟ في وزارة الفلاحة وعن طريق صندوق التنمية الفلاحية تفتحوا عدد كبير من ما يسمى بالشباك الوحيد في جميع المصالح اللاممركزة ديال وزارة الفلاحة. هذا الشباك الدور ديالو هو الاستقبال ديال الطلبات ديال الدعم ديال الفلاحة. إذن هذا الصندوق كيوفر 100% من الكلفة المالية المعدة لتجهيز الأراضي الفلاحية بتقنية الري بالتنقيط. دونك فاش كنهضروا على 5 الهكتارات لتحت كيكون الفلاح كيستافد 100% من الدعم. طبعا هنا كاين مراعاة ديال الجانب الاجتماعي للفلاح الصغير. من اللي كتكون عندنا المساحات اكبر من 5 هكتارات كيستافد الفلاح ب 80%، وهو كذلك دعم مهم. هذا الدعم كيوصل ل 67 ألف درهم للهكتار الواحد.
وهذا رقم اللي مهم جدا. كذلك وزارة الفلاحة إضافة للدعم المالي كتعتمد الدعم بالمواكبة التقنية وبالتأطير ديال الفلاحين، وهذا الشيء كيمارسوه الأطر والتقنيين ديال وزارة الفلاحة في امتداد المجال الجغرافي اللي كنتواجدوا فيه. نعم، شكرا على هذه المشاركة وعلى هذه التوضيحات. السيد محمد المكاوي، تقني بالمديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون، كنتم معنا مباشرة من تطوان.